ازاي تسكن في فندق 5 نجوم بسعر لوكاندا؟ كشف مستور تطبيق شيب هوتيلز سيف 360. اهلا بيكم. تفتكر ايه الحاجة اللي ممكن تخلي شخصين قاعدين في نفس الفندق وفي نفس نوع الأوضة وبياكلوا من نفس البوفيه بس واحد فيهم دافع ضعف التاني بالظبط؟ خلي السؤال ده في بالك عشان اخر الفيديو هقولك ايه الفخ اللي بيقع فيه اغلب الناس وهما بيحجزوا فنادق، وازاي التطبيق ده اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الحل. النهاردة احنا في عصر السوبر ابس. الموبايل اللي في جيبك ده هو اللي بيخطط لك يومك، بيطلب لك اكلك. الاهم من كل دوت هو اللي بيحدد هتصرف كام في سفرك. النهاردة هنتكلم عن تطبيق متخصص في ضرب الاسعار وهو سيف 360. ايه هو التطبيق دوت؟ بص يا سيدي، هو مش مجرد موقع حجز عادي، ده محرك بحث وتجميع. يعني هو بيروح يفتش في المواقع الكبيرة اللي كلنا عارفينها ويجمع لك الزتونة في مكان واحد. التطبيق ده وظيفته الأساسية إنه يخليك تحجز فندق بخصومات توصل ل80%. بيغطي أكتر من 2 مليون فندق حول العالم، وميزته الكبيرة إنه بيدور في عروض اللحظة الأخيرة، يعني last minute deal، وده بيبقى لقطة جدا وبجد. عشان تطلع صايع سفر وتستفيد من التطبيق ده صح، ركز في الخطوات دي. اول حاجة، البحث بالخريطة. اول ما تفتح التطبيق استخدم ميزة الخريطة، وساعات بتلاقي فندق لقطة في الشارع اللي ورا الفندق المشهور وبنص التمن. الفلتر، ما تدورش عشوائي، رتب النتائج حسب اقل سعر الاول وبعدين شوف تقييمات الناس. بعد كده قارن قبل ما تدوس. التطبيق بيعرض لك السعر من كذا مصدر، اتأكد دايما انك بتختار السعر اللي شامل الضرايب والرسوم عشان ما تتصدمش من خطوة الدفع او انت في خطوة الدفع. تأكد الحجز تأكيد الحجز بمجرد ما تختار التطبيق بينقلك بأمان للموقع صاحب العرض عشان تكمل بياناتك وتستلم الفاوتشر بتاعك. طبعا التطبيق زيه زي اي تطبيق فيه مميزات وفيه عيوب. المميزات بالتوفير حقيقي، فعلا بيطلع أسعار مخفضة جدا خصوصا في الحجوزات القريبة. شامل بقى، بيقارن بين عدد مهول من الفنادق وبيجيب لك عروض من مواقع تانية ممكن ما تكونش سمعت عنها بس أسعارها خيالية. السهولة، الواجهة بتاعته واضحة ومباشرة، ادخل دور احجز. العيوب بقى، ودي أكتر حاجة بتضايق ناس كتيرة، هي إعلانات. تطبيق فيه إعلانات وساعات بتبقى مزعجة جدا وانت بتدور بتركيز. خدمة العملاء، بما انه وسيط فلو حصلت مشكلة في الحجز نفسه هتضطر تتواصل مع الموقع اللي حجزت من خلاله، مش سيف 360 مباشر. آراء المستخدمين والبدايل من بلاي ستور، التطبيق واخد تقييم عالي جدا 4.9. المستخدمين بيقولوا ان التطبيق منقذ في الرحلات المفاجئة وان اسعاره فعلا بتنافس المواقع الكبيرة. لكن خد بالك، بعض الناس بتنصحك انك دايما تراجع سياسة الالغاء cancellation policy قبل ما تدفع، لان العروض الرخيصة قوي ساعات ما بيكونش قابلة للاسترداد. طيب لو انت عايز بقى بدايل تانية، عندك ملك المقارنات ريفاجو، عندك اجودة ممتاز جدا لو مسافر ناحية اسيا او دول الخليج. عندك ويجو، تطبيق برضو محمله 10 مليون مستخدم وتقييماته كويسة جدا. نرجع بقى لإجابة السؤال اللي احنا سألناه في الأول، ليه جارك في الفندق دفع ضعف السر؟ دفع الضعف. السر ببساطة هو التوقيت والمنصة. هو حجز من أول موقع قبله وخلاص، لكن انت استخدمت تطبيق ذكي زي سيف 360 قارن لك الأسعار وجاب لك عرض سري هو ما كانش يعرف يوصل له أصلا. نصيحة أخيرة، لو أنت عايز تحجز دور في عن طريق، يعني خش على الموقع عن طريق المتصفح الخفي. ليه؟ عشان ما يعرفش مكانك وما يعرفش أنت عايز تحجز أو بتدور على إيه وعلى إيه وإيه، فيغلي عليك السعر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير المتين، وقولي في التعليقات إيه أغرب موقف حصل معاك وأنتوا بتحجزوا في فندق. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.